سيداتي وسادتي، سجل مفتوح سعيد هذه الليلة في أن يقدم للجمهور اللبناني مقابلة ينتظرها الجميع بدون استثناء حسب ما أعتقد. يسرني أن أقدم الموسيقار الأستاذ فريد الأطرش، المطرب الأستاذ عبد الحليم حافظ. لابد قبل الدخول في تفاصيل هذا اللقاء من إلقاء بعض الأضواء على كيفية تحقيق هذه المقابلة. أولا لشايفين أستاذ فريد الأطرش أستاذ عبد الحليم حافظ في هالمقابلة الودية، لابد وأنه يشعروا بنوع من الدهشة نظرا للأخبار المضخمة اللي نشرت عن وجود خلافات بين الأستاذ فريد وأستاذ الحليم، حتى أصبحت أخباركم كأخبار الجبهة في الغاز. فبطلب مني متعجبين ما يتعجبوا أبدا، باعتبار سيطر حسن النية واجتمع أستاذ فريد وأستاذ عبد الحليم بالتلفزيون وفي سجل مفتوح بالذات. قبل أسبوعين استضفنا الأستاذ فريد في سجل مفتوح، وقبله الأستاذ عبد الحليم. وخلال مقابلة الأستاذ فريد ردا على سؤال مني أنا، أبدى الأستاذ فريد كل الاستعداد في الاجتماع بصديقه وأخوه الأستاذ عبد الحليم. وها هو أستاذ فريد يلتقي بالأستاذ عبد الحليم في سجل مفتوح الليلة. أهلا وسهلا أستاذ فريد. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحليم. أهلا يا مرحبا. في الواقع احنا اللي نشكرك لأن قدمت لنا الفرصة الجميلة دي، عشان كان وحشني وبقالي زمان ما بشوفوش. كويس. هو في تونس وانا في الكويت فالتقينا هنا، وعن طريق مش عايز اقول عن طريقك انت بس، عن طريق الاذاعه التلفزيون. فانا بشكر هيئه التلفزيون، بشكرك انت بالذات لان كنت حمامه السلام اللي فرصه سعيده استاذ فريد. اتاحت لنا فرصه انا واخويا عبد الحليم ان احنا نوري الناس واللي قاعدين يقولوا ان احنا في خلافات بينه وبيني، عايزين نوريهم انه ما فيش غير كل ود وكل صفاء، واللي بيتكتب لا هو مسؤول عنه ولا انا مسؤول عنه، مجرد يعني هم بيتصوروا اشياء وبيقولوها. لكن الاستاذ اخويا عبد الحليم قال رايه فيا وانا قلت رايي في اخويا عبد الحليم. فمش معقول اتنين فنانين عايشين في جيل واحد وبيحبوا بعض وبيتعاونوا في فنهم مع بعض يكون في اي خلافات، لانه احنا عمرنا ما كان في خلافات. في بطبيعه الحال يمكن بتخلق اشياء قد يعني تتطور الى مثلا سوء تفاهم بينه وبينه، لكن مش معناها انه في القلوب في شيء لا من جهته نحوي ولا من جهتي نحوه. لان انا اولا معجب بعبد الحليم وبقدره جدا وبحب صوته وبحب ان انا اسمعه. فمش معقول هو له مكانه كبيره في قلوب كل الناس وكل الجماهير. مش معقول انا وانا فنان بقدر الفنان الكويس الكبير، وده فنان محبوب وفنان كبير ومطرب كبير، ليه انا يبقى فيه بالعكس انا احب. وقلت المره اللي فاتت في الندوه أكيد. واتمنى يبقى فيها 20 زي عبد الحليم حافظ وعشرات زي عبد فريد الأطرش، لانه عندنا 120 130 ما اعرفش كم مليون عربي، ولازم يبقى موجود معانا مطربين كتير وبراعم هو يتبناها وانا اتبناها ونطلع ناس جديد، لانه احنا هنعجز بكره هو هيعجز زي ما انا عجزت. فده اللي انا عايز اقول للناس، انه ما فيش غير كل حب وود بيني وبين اخويا عبد الحليم. وعايز كل اللي بيقال في الصحف والمجلات او في المنازل او في البيوت او في الاحاديث الخاصه بين الناس انه يعرفوا انه اهو ادي اخويا عبد الحليم موجود وادي انا موجود، وما فيش غير كل وئام وحب بيننا وبين بعض. وما فيش داعي بقى من النهارده انا مش مسؤول عن ما يكتب عن لساني الا اذا كنت ماضي، وهو مش مسؤول بيقول انه عند كل ما يكتب عن لسانه اذا ما كانش هو ماضي. هذا الحديث الصحفي مثلا. فاحنا الاثنين مش مسؤولين عن ما يكتب ما يقال في الصحف، لكن اللي مسؤولين عنه الكلام اللي بنقوله دلوقتي اللي احنا بنبديه لبعض من اخاء وحب وصفاء. ده الموقف الصحيح. ده الموقف الصحيح. وانت لما طلبت مني ان اتقابل انا قلت على طول انا ارحب بهذا بالفعل. واخويا عبد الحليم جه من تونس مخصوص عشان سمع ان انا عايز اقابله، فجالي مخصوص عشان يوري للناس انه ما فيش غير كل حب وقام بيننا وبين بعض وكل محبه ان شاء الله. استاذ عبد الحليم، طبعا بعد هذا الشعور الطيب من استاذ فريد شو بتقول انت؟ يعني انت تفتكر انا اقدر اقول ايه؟ ما اقدرش اقول فعلا يعني اكتر من اللي قاله الاستاذ فريد. واضيف على كده انه انا زي ما قلت لك في سجل مفتوح، وزي ما بقول دايما انه يعني تكون امنيه من امنياتي ان انا ابقى زي فريد الأطرش. وفريد الأطرش راجل قضى حياته وشبابه وصحته
علشان يقدم للناس فن. و يعني ما اعتقدش انه في فنان في الدنيا يعيش فنه المدة اللي عاشها فن الأستاذ فريد الأطرش على الفاضي. وأنا بعتقد انه أنا كفنان بحس الفن بصورة يعني يمكن أنا سميع أكتر مني مغني.